السلام عليكم المشاهدين، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو لقاكم بخير ولا خير. هذا الرشيم من بعد واحد الغيبه طويله، واليوم انا جبت لكم هذا الرشيم صحي، وغنوريكم كيفاش غديروا ليه. كنشدوا هاد الحمص، الحلبه والصوجه والعدس، وكاين إيلان، وكاين زريعة الكتان. هاد إيلان وزريعة الكتان ما غاديش نديروهم في الماء، ولكن هاد العدس والصوجة والحلبة غنشدوهم غنديروهم في الماء ونخليوهم ليلة كاملة، ومن بعد هانتوما معنا ما تمشيو فين غنوريكم الطريقة. درنا في هاد البانيو وغنديروا الحمص، نديرو الصوجة، نديرو العدس والحلبة. الحمص والعدس والصوجة والحلبة في الماء غنخليوهم يرقادوا ليلة كاملة، وغدا من غنصفيهم غنوريكم كيفاش الطريقة ان شاء الله. السلام عليكم، ها احنا رجعنا من بعد ما فزقنا هاد الحمص والعدس والحلبة والصوجة ليلة كاملة، صفيناهم في الصفايه، ودابا كنشدوا واحد الزيف. انا غنوريكم دابا كنشدوا هاد الزيف، كنفزقوا وكنديروا فيه هادشي اللي فزقنا صافي. كنديروا هادشي هكا، وكنديروا هاد زريعه الكتان وإيلان، هادو ما كنبيتونش في الماء حيت تيخسروا. صافي كنحركوا كلشي، هاد زريعه الكتان وإيلان باش يتخلطوا. دابا هذا هو الزيف، كنشدوه كنغطيه بحال هكذا. تبقاو ترشوه بالماء، دابا غترشوه بالماء. وكنرشوه مره في النهار وصافي. انتم معنا، انا فين ما نبغي نرش غنوريكم الطريقه. يلا الله يعاونكم، السلام عليكم. درنا هاد الزيف وفزقناه بالماء، ودابا هو نشف. المهم غنبقاو شي 4 ايام حتى يدير النبته. المهم انا نوريكم راه بدا تينبت، ها هو، ولكن ما تقيسوش بيديكم، ها هو راه بدا تينبت. صافي تنعاود نغطيو بحال هكذا، وما تقيسوش بيديكم حيت على حساب البكتيريا. نبداو تاني نرشو هاد الزيف، ودائما نديروا الزيف ديروا الزيت ديال الثوم ماشي ديال النيلو، باش كتبقى شاد لكم الماء. كنبقاو شي 4 ايام بحال هكذا حتى يطلع النبته. ها انتم معنا، غنوريكم خطوه بخطوه ان شاء الله يا رب. السلام عليكم المشاهدين، احنا رجعنا لكم اليوم الثاني. هذا اليوم الثاني، ها هو بدا تينبت، النبته مزيان. صافي تنعاود نغطيه وما ما تقيسوش بيديكم. صافي وكنعاود نرشوه تاني بالماء، كترشوه كامل. سمحوا لي مع دابا انا شاده التليفون وكنرش ما كنعرفش نخدم ونصور. المهم هانتوما صافي، المهم كترشوه عاوتاني حتى الغد. المهم تبقاو ترشوه حتى ينبت مزيان، وديك الساعه تيولي جاهز للاستعمال. صافي نقدروا نديروا بيه العصير، نديروه في شلاضه. السلام عليكم، ها حنا بعد 3 ايام عاوتاني رجعنا لكم. ها هو عاوتاني بدا كيتنبت، ها هو. المهم كنبقاو عليه بالماء، كل مره كنرشو كل مره حتى تينبت مزيان. دابا الثاني انا غنغطيه
وغنغطيه ونرشو بالماء صافي. كنبقاو نرشو بحال هكذا. صافي بحال هكذا تنبقاو نرشو حتى يفزق لينا داك الثوم. وها نتوما معانا ما تمشيو فيه. يلا بسلام عليكم، الله يعاونكم. نشوفوا غدا ان شاء الله اشنو كيفاش غادي يولي غدا ان شاء الله. يلا الله يعاونكم، سلام. السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ها حنا رجعنا لكم من بعد اليومات 3 ايام. ها هو شفتوا بدا كينبت، هو اكثريه من هنا من تحت بدا كينبت مزيان. غنعاودو تاني صافي. نعاود نقدروا نزيدو هذا النهار. نعاود تاني نفزق غير هاد الثوم، غنفزقو ماشي نبقى لي بحال هكذا حتى يفزق كلشي. وها نتوما معانا. هذا الرشيم من الفوائد ديالو كتير بزاف، وغنوريكم كيفاش. كاين اللي كيديروا عصير، كاين اللي كيديروا مع شلاضه فخوي، كاين اللي كيديروا شلاضه عاديه. المهم كل واحد وكيفاش بغى ياخذه. وها نتوما معانا حتى الغدا ان شاء الله يا ربي. يلا الله يعاونكم، السلام عليكم. السلام عليكم المشاهدين. ها انا رجعت لكم من بعد اليوم 4 ايام. اليوم 4 ايام احنا غنشوفوا هاد الرشيم كيفاش ولا. صافي ها هو تنبت، هو هذا الرشيم بالصحة والراحة. ودابا انا غنوريكم كيفاش تقدروا تاكلوا. تقدروا ديروه مع شلاضه، تقدروا ديروه عصير، تقدروا ديروه مع سلطه فخوي. المهم نتوما كيف ما بغيتوا. وتقدروا عاوتاني هكذا تشدوه وتكرموه في الشمس وطحنوه ويولي على شكل البودره. عاوتاني تاخذوه. هذا راه مفيد للصحه. هذا الرشيم مفيد للصحه بزاف بزاف. يعني اللي كيشعر بالتعب، اللي كيشعر بحال هكا تعب. المهم انا مجرباه، شي حاجه زوينه احسن من الفيتامينات. هذا فيتامين طبيعي من النباتات، من خيرات بلادنا. الحلبة، الصوجة، الحمص وإيلان وزريعة الكتان. الفوائد ديالو راه كتيره بزاف بزاف. ايوا هانتوما معايا. من بعد ما نديرو شلاضه ان شاء الله، ونديرو العصير. وهانتوما انا بعد دقائق انا غادي نرجع معكم. ها انا من بعد ما وريتكم الرشيم بقينا كنرشوه 4 ايام، وحنا كنرشوه غير الثوب باش كيتنبت. وهذا هو الرشيم. ها حنا كيدير فيها بحال هاد الشلاضه. ها هو هذا هو الرشيم، ها هو. وكيدار عصير كيف ما بغيتو تاخذوه. بغيتو تاخذوه عصير، بغيتو تاخذوه هكا شلاضه، بغيتو ديروا سلطه فخوي، ماش ما بغيتو نتوما ماش غتقدروا تاكلوه. وبالصحه والراحه. وهانتوما المشاهدين، نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. وهذا الرشيم راه فيه فوائد كثيره، تيقوي المناعه، كيحيد التعب، واللي كيحس بالخمول. انا جربته عن تجربه. والعصير نسيت ما قلت لكمش، كديروه مع الليمون وكتعصروه وكتصفيوه. ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، والله يعاونكم في فيديو قادم ان شاء الله يا ربي. وراه فيه فوائد كتيره هذا الرشيم.